مديك الريفيجن اهو شكل واحد بس، ومديك السايد فيو شكلين. فوالله هبدا ارسم من الريفيجن احسن حاجه لانه هو شكل واحد. والله الريفيجن عارف ان هو بيترسم بزاويه 30 يمين وخطوط قائمه. والله امسكه هنا كده ارسمه بزاويه 30 يمين كده بعرض قد ايه 50. والله ادي 50 يا باشا ماشي. وما تنساش ان انت عندك قطعه 10 من هنا. باشمهندس محمد الشيحه ركز معايا. بعد كده اطلع من هنا 10 ومن هنا 10. تمام. ال 10 دي و10 و10 اللي هنا. ما تنساش ان انت عندك في مين فالمنت عشان تعمله حاجه بكل بساطه اروح جاي 25 من النص كده وطالع قائم كام؟ قائم 40 سنتر لاين كده خفيف كده صغنطط كده اهو. 2 3 4 كده. ده السنتر. انا طلعت فين؟ اللي هو من اول تحت لحد فوق ال 40 دي. 40 دي ولا كام؟ 40. بعد كده حددت النقطه ده هي خلاص انت هتوصل مباشر مفيش خط هتعمله. اوصل مباشر مش محتاج ان انا اعمل خط ولا اي حاجه. هي تبوس كده. بعد كده والله بحدد الزوايا. ادي زاويه 2 3 المفروض دي تالتة بس لما تمتد مش هتبقى باينه فخلاص نفكسناها يعني. هبدا امد الشكل ده بالعرض بتاعه اللي هو ال 40 اللي في السايد فيو. والله اجي فوق هنا كده 40. والله اجي هنا كده 40. بعد كده والله المفروض لما تيجي تمد ده مش هيبقى باين ورا متداري ففكك منه. ده الوجه الامامي. الخلفي اللي ورا ده قائم يبقى ده قائم يبقى ده قائم. ده مايل يبقى ده مايل بس اتاكد انت مادد وخطوط مظبوطه عشان لما توصل الشكل بتاعك يطلع مظبوط. تمام. فانا كده خلصت الشكل الاساسي. في حاجه بقى في داش لاين هنا كده. داش لاين هنا كده مع ان انت حافر حاجه. لو جيت انت بصيت من الصدفه هتلاقي نفسك ان انت حافر فعلا حاجه على شكل حرف يو هنا كده يعني انت في النص حافر. بس للاسف الجسم مايل يعني انا مثلا لما هطلع من الحته المحفوره في النص عرضها كام؟ 10 هنا و10 هنا يبقى 20. 20 ناقص ال 40 الكليه يبقى باقي 20. يبقى انا المفروض حاجه من السنتر من هنا كده. ركز بقى عشان هي في فكره زياده. والله انا هاجي من النص كده انا عارف ان في النص هنا كده ده السنتر. النحته اللي في النص انا عارف ان عرضها 20 فانا هاجي هنا 10 هنا و10 هنا. هطلع انا الخط حته النحته ده هي ممكن انحت قائم من هنا عادي وهنا قائم. بس للاسف انت هنا المفروض تنحت على ارتفاع معين بس في ميل. يعني انا المفروض هنحت كده على مايل كده موازي. همشي موازي ده كده هنا كده بخط خفيف وامشي كده. والله انا عايز اشوف الخط بتاع نهايه النحته بتاعتي اللي هنا ده فين فانا عايز اجيبه دلوقتي. فخلي بالك انت ناحيه هنا يعني انت قطعت دي. تقاطع دي خلاص ما عادش في حاجه زي كده هنا موجوده. قطعت كده انت قاطع. فانا عايزك شفت الخط ده اهو عايزين نعمله هنا كده فهنعمله ازاي؟ والله احنا ممكن نتقسم لشخصين. شخص يوم جاي مفبركه بالحب كده حطه كده وخلاص عامل خط موصل كده يا باشا وخلاص. كده هو بالحب كده عامل واقع خفيف بس الاول كده مثلا يعني. ويروح جاي مثلا جاي ايه بزاويه 30 يمين من هنا كده على السريع يعني. يروح جاي راح عامل ايه؟ رايح مده كده خفافي كده. وشكرا وعفى الله عما سلف ويكبر دماغه كده وخلص جايزومته. في واحد تاني بقى هيعوز يجيب الخط ده عايز يجيبه بدقه اللي هو انا عايز اجيبه بدقه. ماليش فيه معنى الكلمه يعني. والله سهل. هو الخط ده كان على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 25 قائم. فانا هاجي من هنا عشان تعمله بقى مظبوط تعمل ايه؟ هتمشي بخط عادي مايل زي ما ده هو كده مش عارف هو رايح لحد فين. نمسح دي كده كاننا مش عاملينها كانك ما عملتهاش وفبركتها يعني. والخطوات بقى هتعملها وانت عايز تعملها مظبوط. اول حاجه هتمد ده بخط خفيف هنا كده. بخط خفيف هنا كده. تمده بخط خفيف. ده رقم واحد. رقم اتنين هتروح جاي رايح طالع 25 قائم من الارض. 25 قائم هنا كده من الارض بخط خفيف كده. 25 يعني هو لحد هنا كده نقطة. وقام جاي طالع 25 من هنا قائم هنا كده نقطة. 25. وتروح جاي شفت النقطة اللي انت طلعتها قائم 25 من الأرض دي تمدها بزاوية 30 يمين بالشكل ده كده لحد ايه بقى؟ لحد ما تقطع الحركة دي احنا كنا بنعملها في الجزئية اللي فاتت بس لما كنا جايزومتك كان قدام تمشي كده خط خفيف لحد ما تخبط في الماء. نفس الكلام ممكن تمشي من هنا كده بخط خفيف لحد ما تخبط في الماء او كفايه واحده بس انت مش محتاج التانيه اصلا. شفت مطرح ما انت خبطت في الماء ده اهو. هو ده الخط بتاعك بالظبط مظبوط 200%.
يعني شفت الخط اللي احنا كنا عاملينه فوق شويه ده اهو، ده كده انت عامله بدقه 200%. تبدا تمسح ده هنا كده. تمام. ماشي. فانت لو عايز تجيب الخط المايل ده اهو بدقه، بتعمل الحركه دي، ان هو انا بطلع على مستوى وهمي، ده مستوى وهمي اهو، طلعت 25 قائم، تمشي بزاويه 30 يمين، وتعمل من هنا خط مايل هنا موازن ده كده لحد ما يخبطوا بعض نقط. شوف النقطه اللي خبطوا بعض فيها، هي دي نهايه الخط بتاعك. عايز تمسح دي ماشي، عايز تعمله بخط خفيف خالص عشان توضح للدكتور انك بتعمل خطوات، مفيش مشكله، بس تعمله بخط خفيف خالص ما يبقاش ملحوظ يعني. ده كده مش معانا في الرسم، هو الخط اللي انا عملته ده اهو، اللي انا عامل اكس ده اهو، هو ده مش معانا في الرسم، بس ده خطوات عمل عشان يجيب لك المايل بس. ماشي يا شباب، حد عنده سؤال في الرسمه دي عشان هاجب؟ مش مهندسين، انا هاجب.